الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده صينيه فراخ بالخضار بتتبيله تحفه وسهله خالص. انا اقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا معلقه كبيره صلصه طماطم، عليهم معلقه توم مفرومه، 3 معالق كبار زيت زيتون، لو مش متاح زيت زيتون ممكن زيت نباتي عادي، وهحط كمان معلقتين كبار دبس رمان. المنكهات ملح حسب الرغبه، وفلفل اسود وبابريكا وسبع بهارات واوريجانو وكمان بهارات فراخ. هقلب كل المكونات عندي مع بعض. انا غسل الفراخ عندي كويس بالملح والخل والدقيق، وعامله لها كده شوق بالسكينه عشان اضمن ان كل جزء في التتبيله يوصل لها. طبعا الكميه يعني حسب رغبتك وحسب عدد افراد الاسره. لو مستعجله عليها اشتغلي فيها بعد ساعتين 3، بس انا بالنسبه لي اخليها ليله كامله. بقى للخضار اي نوع خضار عندك، بطاطس، كوسه، جزر، مشروم. انا متاح عندي كوسه وجزر بس، وهحط كمان بصل متقطع شرايح رفيعه وفلفل رومي او حامي حسب اختيارك. هحط بس رشة ملح بسيطة، واعمل حساب الملح اللي محطوط في الصوص بتاع الفراخ، وكمان رشة فلفل اسود ومعلقة زيت. اقلبهم مع بعض كويس، وابتدي بقى ارص الفراخ عليها. هحط حوالي ربع كوباية مية كده بسيطة، وانا طبعا مشغلة الفرن عندي مسبقا. هغطيها بورق فويل، هدخلها الفرن عندي من ساعة وربع لساعة ونص حسب كل واحدة والفرن بتاعتها. وعند ما تعدي اول ساعة هشيل الورق عشان ياخد لون من فوق. بعد كده اطلعها لكم بشكلها النهائي. شكلها النهائي بعد ما استوت، عايزه اقول لكم بجد طعمها وريحتها تحفه، والفراخ دايبه دوب. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية كتير.